السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. بعد ما عملت لهم صينية البطاطس في الصواني العادية بتاعتنا، قالوا لي لا احنا عايزين يا ماما ناكل الطاجن، نعمل البطاطس في الطاجن. فقلت لهم الطاجن انا مش متعودة عليه، فروحت اشتريت الطاجن وهنعمل البطاطس بس المرة دي باللحمة مش بالفراخ وفي الطاجن. ان شاء الله الطريقه تبقى سهله عليكم وتعجبكم. وبصراحه بعد ما جربت البطاطس في الطاجن يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان انا الطاجن ده هيبقى الحاجه الاساسيه معايا في المطبخ. مش متهيألي ان انا هطبخ فيه بس، هطبخ فيه جميع اكلاتي. النهارده هنشوف البطاطس باللحمه ان شاء الله. كل ما اعمل حاجه فيه هوريكم طعم خرافه. اول حاجه هنعملها مع بعض، اللحمه هنا انا مش مستخدماها بحالها، انا هعملها كرات اللحمه الموفره اللي انا كنت قايله لكم عليها. فهنعملها مع بعض. اللي عايز يحط اللحمه طبعا بحالها بيسويها الاول طبعا في البصله على النار، بيشوحها وبيسيبها تستوي على المهل كده، يعني نص تسويه او 3/4 تسويه، ما بيحطهاش زي ما هي في الطاجن. اما معايا هنا اللي عايز يعمل كرات اللحم الموفرة دي بيعملها زي ما احنا شفنا كده مع بعض. بتبشري او بتعملي في الكبة بتاعتك البصل مع فلفل زي ما انت حابة، اي نوع فلفل، مع البهارات، مع كوباية من الشوفان، ونص كوباية او كوباية برضو قدها من فول الصويا اللي حابب يحطه. لو عندك ولاد بيقولوا بيأثر على الولاد الصبيان، لو عندك ولاد صبيان ومش حابة تحطيه ما تحطوهوش، مش هيأثر برضو. الشوفان بيقوم بنفس الواجب، بس هو كان بيوفر معانا اكتر وبيدي طعم برضو حلو اكتر. هنحط بقى الخليط بتاعنا دوت على اللحمه المفرومه بتاعتنا ونقلبه كويس قوي. طبعا ما تنسيش معاكي اللحمه تكون ملبسه او فيها دوش او كده، او لو مش عندك يبقى بحته ليا كده او حته دهنه بتفرميها وبتحطيها معاكي. بتعملي بقى كراتك. طبعا البهارات اللي انت بتحطيها اساسي الملح والفلفل. عايزه تحطي بقى شويه جوز الطيب، شويه بهارات لحمه او 7 البهارات او ال7 بهارات يعني ممكن تحطي. بعد كده بتكوريها زي ما انت شايفه كده اهو، وفي الصينيه بتاعتك وبتحمريها، يا اما تحطيها في الفرن يا اما على عين البوتاجاز. ويا ريت تكون الصواني من نوع اللي ما بتلزقش، او تحطي ماده دهنيه معتبره كده بحيث ان انت ما تلزقش معاكي. هنا بقى بالنسبة لصينية البطاطس بتاعنا بنحط بصل مع الثوم اساسي للبطاطس، ولو عايزة تحط فلفل برضو معمول في الكبة او معمول في الخلاط او مبشور بالمبشرة زي ما انت حابة. برضو انا بحب احط قوي في صينية البطاطس بتاعتي طماطميتين كده مخليين من البذر، مبشورين او مطحونين ناعم، مش مسبكين، بحطهم كده زي ما هم. بعد كده بنحط بقى البطاطس بتاعتنا مقطعينها بالتقطيع اللي احنا عايزينها، وبعد كده بحط الصلصه زي ما انتم شايفين معايا. الصلصه دي طبعا عاملينها مع بعض. وبعد كده بتزودي شوربه او ميه وبتسيبيها تغلي شويه على النار، يعني بتسويها نص سوا او 3/4 سوا على قد اللحمه اللي انت مسوياها. يعني لو مسويه اللحمه نص سوا بتسوي البطاطس برضو مش قوي، لو مسويه اللحمه 3/4 سوا ما بتسويش البطاطس قوي برضو، علشان تبقى متناسبه مع تسويه اللحمه، الاتنين يستووا مع بعض نفس التسويه. بالنسبه لي هنا انا هحط كرات اللحم بتاعتي مش محتاجه تسويه ولا حاجه. فانا سويت البطاطس كويس، يعني فاضل ربع تسويه كده ولا حاجه. يعني هحطها في الفرن حوالي ربع ساعه او اكتر شويه لحد ما احمرها كمان ما تتحمر كمان من على الوش. هنا كمان كنت عايزه اقول لكم زي ما انا قلت قبل كده، لو انت مش عندك الصلصه جاهزه بتعملي الطماطم بتاعتك في الخلاط وتسيبيها تتسبك وتحطي فيها البطاطس، او لو عايزاها ني في ني بقى بتعملي برضو الطماطم بتضربيها في الخلاط وبتحطيها مع البطاطس مع تشويحه البصل اللي احنا شوحناها، وتسيبيها تستوي كلها على النار، بتاخد غلوتين 3 برضو. بعد كده بتكبيها في الطاجن بتاعك وبتدخليها الفرن تقعد لحد ما تستوي. البطاطس طبعا ما بتاخدش وقت، يعني ربع ساعة نص ساعة وبتلاقيها مستوية وزي الفل زي ما انت شايفة معايا كده. بتختبريها بقى بمعلقة بخلة بأي حاجة بتلاقيها مستوية معاكي. واهم حاجة سوى اللحمة لو انت هتحطيها بحالها زي ما انا بكرر وبقول اهو، انا هنا عاملة كرات اللحم مش محتاجة تسوية خالص، لكن انت لو عاملة اللحمة بحالها لازم تاخدي بالك من النقطة دي، ان انت تكوني مسوية اللحمة حوالي 3/4 سوا كده، يعني فاضل حبة ربع ساعة نص ساعة في الفرن وتستوي وتبقى جميلة معاكي كده.
وبعد كده بتطلعي الطاجن بقى بتاعك بالجمال والروعه دي. ومش قادره اقول لكم على الطعامه والجمال اللي هو فيه، لازم تجربوه وتعملوا في الطاجن، هتحبوها قوي. واعملوها لو في صينيه برضو اعملوها بنفس الطريقه، باللحمه بنفس الطريقه، وبالهنا والشفا. وما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، والدعوه الحلوه ليا منكم ولاولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.